هو أنتِ فاكرة يعني علشان خاطر هي أرخص حاجة موجودة في السوق هنمشي يعني ومش هنعبّرها؟ لأ، ده إحنا هنجيبها بقى وهنعمل منها أشكال وألوان. تعالي أقول لِك النهارده على وصفة النهارده سهلة وسريعة وطعمها حلو جدًا، ومش عشان خاطر رمضان مش موجود يبقى ما نعملهاش، لأ رمضان خلص لكن الكنافة لسه ما خلصتش. تعالي كده هاتي نُص كيلو من الكنافة تكون مجمدة، ابدئي فُكيها حطيها في الكبة لو مش قادرة اللي أنتِ تفُكيها كده وتوصل للقوام دوّة، حطي عليها معلقتين كبار من السكر البودر، قلبيها كويس جدا مع بعضيها. هاتي بقى صينية مدورة او مربعة المتوفر عندك، هي كده كده مش هتقولك لا. هننزل فيها كده بمعلقتين من السمنة السايحة، وننزل بقى بالكنافة اللي احنا ضربناها مع بعض كويس جدا وخليناها عاملة زي الرملة بالظبط. هسويها بقى كده واضغط عليها بايديا علشان كلها تبقى سوا بعض. هجيب بقى معلقتين سمنة كمان سايحين وابدأ احطهم بقى فوق الوش كده، وادخلها بقى الفرن على درجة حرارة 150، وسيبيها على الشبكة شوية. هحضر بقى معايا كوباية من الكريمة، نص كوباية من السكر البودر، كوباية من المية المتلجة، وهنا هضرب كويس جدا لحد ما يديني قوام كريمة كده حلوة قوي. بالمناسبة انا زودت كده حوالي ربع كوباية من المية المتلجة تاني. كده خلاص القوام بتاعي بقى تمام قوي. الكنافة بعد ما استوت معايا نسبة السوا بتاعتها كده مناسبة جدا. كان عندي كده حوالي نص كوباية من شربات البسبوسة، مش الكنافة، اللي هو بيكون خفيف، انا مش عايزاه تقيل ولا اي حاجة. انا عايزة الشربات يكون خفيف، عبارة عن كوباية من السكر عليها كوباية من المية، عصرة ليمونة على النار، لو متوفر عندك يبقى خير وبركة. يلا بقى منشن وشير للناس اللي بتحب الوصفات السهلة السريعة اللي ما بتاخدش وقت خالص. وكمان عايزة اقولك طريقة الكنافة ديت خطيرة. بعد كده بقى خلاص حطيت الكريمة وحاولت على قد ما اقدر ان انا اساوي الطبقات. لو فاض منك قطعة من الكريمة مفيش مشاكل، تشتريها في الفريزر تنفع لوصفة تانية بإذن الله. كده خلاص انا ظبطت الكريمه بتاعتي. هحضر بقى معايا الطب اللي هو الايام ديت مالي السوق ورخيص جدا جدا جدا. المانجا من انواع الحلويات اللي موجوده دلوقتي، ويمكن المانجا دلوقتي ارخص من انواع خضار موجوده عندنا. يلا اكتبوا لي عندكم بتتباع بكام. انا عن نفسي بتتباع عندي ب25 جنيه. انتوا بقى عندكم بكام؟ هستنى الكومنتات بتاعتكم. حضرت كده معايا حوالي 4 حبات من المانجا، والمانجا اللي انا استخدمتها مانجا سكري. تقدري تحطي اي نوع انت حباه، بس هي مناسبة جدا للمانجا السكري. هقشرها طبعا غسلها كويس جدا، هقشرها واحاول بقى كده ايه اخليها كويس جدا، وهقطعها بقى مكعبات بالشكل دوت كده. طبعا اللي حوالين البذرة مش هيترمي، هكحتيه كده بحرف السكينة وهيتحط معانا في نفس الوصفة. بعد كده خلاص كنت دخلت الكريمة التلاجة لمدة 10 دقايق عقبال ما خلصت المانجا، ورجعت حطيت عليها المانجا بالشكل دوت. هتاكلي بقى وتدوقي احلى كنافة بالمانجا، طعمها حلو جدا. يلا بقى اعملي منشن وشير لحبيبتك اللي عايزاها تجرب معاكي الوصفة ديت، او حتى هي تعملها لك. هنا معايا كوباية الا ربع من المية المغلية، هحط عليها كيس من الجيلي، مستحب تحطي نصه، يعني انا حطيته كله لكن انت ممكن تحطي نصه. وهنا خطوة الجيلي لهدف واحد بس، صينية الكنافة بالمانجا لو باتت منك في التلاجة المانجا ما تتبلش كده وتبقى شكلها مش حلو وتحسي ان انتي مش عايزة تاكليها. الجيلي هيدينا لمعة حلوة قوي للمانجا، وكمان هيحافظ عليها من غير ما تدبل في التلاجة عندك خالص. هحط بقى الكمية كلها بالشكل دوت وهدخلها بقى التلاجة لمدة نص ساعة، وبعد كده هنقطعها بقى وناكل احلى كنافة بالمانجا، طعمها خطير. طبعا تقدري تستبدلي الصينية بكاسات من المانجا، يعني تحمري الكنافة وتعملي بقى طبقات كده في كاسات، كل واحد لوحده. الله بقى. بصي عايزه اقولك هم واقفين جنبي مش عايزيني اصور، عايزين ياخدوا كده بسرعة عشان يلحقوا ياكلوها وهي ايه. آه. الله على الجمال.